بينما أمامنا أخطر كرات إشبيليا. فيتولو، الكرة تبعد تعود عند أسينسيو أمام أكثر من لاعب، وتدخل وخطأ على قوس منطقة الجزاء. ماركو الفنان، ماركو، وكرة هدف أول لريال مدريد. ناتشو في كل مكان يقدم الكثير لريال مدريد، وفي اليوم الكبير مع ناتشو ريال مدريد يسجل. كيف جاء الهدف؟ كيف سجل الهدف؟ أسينسيو بدأ القصة، حصل على خطأ، وبعد ذلك الكرة نفذت سريعة من جانب ناتشو. ماينكو صفر، أعلن الهدف. إشبيليا لم يضبط الجدار، إشبيليا كان في الانتظار، لكن ناتشو لم يكن عنده مزيد من الوقت لينتظر. يريد الليغا ناتشو ويريدها ريال مدريد. هدف أول، هدف مفاجئ، وخورخي سامباولي لم يكن راضيا عن اللقطة الأخيرة في المباراة. ريال مدريد هدف، إشبيليا لا شيء. ريال مدريد هدف، برشلونة لا شيء، بمعنى انه البارسا لم يسجل بعد. خاطئة بالدفاع، مشروع مرتد رونالدو مع اسينسيو، يلعبها لماركو بكرة، وخميس وكريستيانو. يا إلهي، ميرينجي جميل. ريال لا يمكن إيقاف اليوم. هدف ثاني لكريستيانو بعد عمل كبير من خميس، بعد لمسة أولى من جانب أسينسيو. الخطر يأتي من كل مكان، كل لاعب عندهم فنان، هذا هو أسينسيو. بدأ الهجمة لكريستيانو، ماركو سددها، بعد ذلك عادت لخميس، وين الدفاع؟ ذهب أدراج الرياح، عادت من الحارس ثم عند كريستيانو. رونالدو يريد أن يكون حاسما في المنعطف الأخطر والأهم في الليغا وفي الشباك المفضلة لديه إشبيليا. هذا الهدف رقم 24 من الخصم المفضل إشبيليا. هذا هدف جديد. كم هدف، كم رقم قياسي، كم لقب. أتعبتني في العد وأتعبت من بعدك يا كريستيانو. رونالدو يسجل ثاني أهداف ريال مدريد.